الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتغفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه تعالى زلفى ويحظينا بمنه ورحمته آمين. الله صدع قلوبنا وغفر عظيم بنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتغفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه تعالى زلفى ويحظينا بمنه ورحمته آمين. الحمد لله أفضل المحامد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. جبر الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتغفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه تعالى زلفى ويحظينا بمنه ورحمته آمين. قال الشيخ الفقيه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رضي الله تعالى عنه ونفعني وإياكم ببركاته وبعلومه آمين. فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر والكلام على ما احتجوا به في ذلك. يعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء المحدثين ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث إن التزموا ظاهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخلق الإجماع وما لا يقول به مسلمون. فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه وجاءت أقاويل فيها للأصل للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك. فإن لم يكن مذهبهم اجماعا وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما وقامت الدلالة على خطأ قولهم وصحة غيره وجب تركه المصير إلى ما صح. وها نحن نأخذ في النظر فيها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك قوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقوله وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر. وما قص الله من قصص غيره من الأنبياء كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. وقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقوله عنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقوله عن يونس سبحانك إني كنت من الظالمين. وما ذكره من قصة داود وقوله وظن داود أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقوله ولقد همت به وهم بها. وما قص من قصة مع قصته مع إخوته. وقوله عن موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ونحوه من دعيته صلى الله عليه وسلم. وذكر الأنبياء في موقف ذنوبهم في حديث الشفاعة. وقوله إنه لا يغان على قلبي فاستغفر الله في الحديث أبي هريرة.
قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله تعالى عن نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد كان قال الله له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال عن إبراهيم والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقوله عن موسى تبت إليك. وقوله ولقد فتنا سليمان إلى ما أشبه هذه الظواهر. فأما احتجاج بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهذا قد اختلف فيه المفسرون. فقيل المراد ما كان قبل النبوة وبعدها، وقيل المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع علمه أنه مغفور له. وقيل المتقدم ما كان قبل النبوة ومتأخر عصمتك بعدها، حكاه أحمد بن نصر. وقيل المراد بذلك أمته صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد ما كان عن سهو وغفلة وتأويل، حكاه الطبري واختاره القشيري. وقيل ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك، حكاه السمرقندي والسلمي عن ابن عطاء وبمثله. والذي قبله يتأول قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال مكي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هي مخاطبة لأمته. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم سر بذلك الكفار، فأنزل الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبمآل المؤمنين في الآية الأخرى بعدها. قاله ابن عباس فمقصد الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب. أن لو كان قال بعضهم المغفرة ها هنا تبرئة من العيوب. وأما قوله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فقيل ما سلف من ذنبك قول النبوة وهو قول ابن زيد والحسن. ومعنى قول قتادة وقيل معناه أنه حفظ قبل نبوته منها وعصم ولولا ذلك لأثقلت ظهره، حكى معناه السمرقندي. وقيل المراد بذلك ما أثقل ظهره من العباء والرسالة حتى بلغها، حكاه الماوردي والسلمي. وقيل حطتنا عنك ثقل أيام الجاهلية، حكاه مكي. وقيل ثقل شغل سرك وحيرتك والطلب في شريعتك حتى شرعنا ذلك لك، حكى معناه القشيري. وقيل معناه خففنا عليك ما حملت بحفظنا لما استحفظت وحفظ عليك. ومعنى انقض ظهرك أي كاد ينقضه، فيكون المعنى على من جعل ذلك لما قبل النبوة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور فعلها قبل النبوة وحرمت عليه بعد النبوة، فعدها أوزارا وثقلت عليه وأشفق منها. أو يكون الوضع عصمة الله له وكفايته من ذنوب لو كانت لانقضت ظهره، أو يكون من ثقل رسالة أو ما ثقل عليه وشغل قلبه من أمور الجاهلية وإعلام الله تعالى له بحفظ ما استحفظه من وحيه. وأما قوله تعالى عفى الله عن كلمات انت لهم، فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله تعالى نهي فيعد معصية ولا عده الله تعالى عليه معصية، بل لم يعده أهل العلم معاتبة وغلطوا من ذهب إلى ذلك. قال نفطويه وقد حاشاه الله تعالى من ذلك، بل كان مخيرا في أمرين. قالوا وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه فيه وحي، فكيف وقد قال الله تعالى فأذن لمن شئت منهم. فلما آذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا، وأنه لا حرج عليه فيما فعلوا وليس عفاها هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لكم عن صدقة الخير والرقيق ولم تجب عليهم قط، أي لم يلزمكم ذلك
ونحوه للقشيري قال وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنبين ومن لم يعرف كلام العربي قال ومعنى عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا. قال الداودي روي أنها كانت كلمة قال مكي هو استفتاح كلام مثل صاحك الله وأعزك وحاك اسمرقندي أن معناه عافاك الله. وأما قوله في أسرى بدرين ما كان لنبي يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيه عذاب عظيم. فليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم بل فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء فكأنه قال ما كان هذا لنبي غيرك كما قال صلى الله عليه وسلم أحلت الغنائم ولتحل لنبي قبلي. فإن قيل فما معنى قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز. قيل معنى الخطاب لمن أراد ذلك منهم وتجرد غرضه لغرض الدنيا وحده والاستكثار منها وليس المراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علية أصحابه بل قد روي عن الضحاك أنها نزلت حين أنهزم المشركون يوم بدر واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنائم عن القتال حتى خشي عمر أن يعطف عليهم العدو. ثم قال تعالى لولا كتاب من الله سبق. فاختلف المفسرون في معنى الآية فقيل معناها لولا أنه سبق مني ألا أعذب أحدا إلا بعد النهي لعذبتكم فهذا ينفي أن يكون أمر الأسرى معصية. وقيل معنى لولا إيمانكم بالقرآن وهو الكتاب السابق استوجبتم به الصفحة لعوقبت مع الغنائم. ويزاد هذا القول تفسيرا وبيانا بأن يقال لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن وكنتم ممن أحلت لهم الغنائم لعوقبتم كما عوقب من تعدى. وقيل لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم فهذا كله ينفي الذنب والمعصية لأن من فعل ما أحل له لم يعصي. قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقيل بل كان صلى الله عليه وسلم قد خير في ذلك. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الإسراء إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم في العام المقبل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل منا. وهذا دليل على صحة ما قلنا وأنهم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه لكن بعضهم مال إلى أضعاف الوجهين مما كان الأصح غيره من بالإثخان والقتل فعتبوا على ذلك بين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم وكلهم غير عصاة ولا مذنبين. وإلى نحو هذا أشار الطبري وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر إشارة إلى هذا من تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذه في إعزاز الدين وإظهار كلمته وإبداء عبادة عدوه وأن هذه القضية لو استوجبت عذابا نجا منه عمر. وعين عمر لأنه أول من أشار بقتلهم ولكن الله لم يقدر عليهم في ذلك عذابا لحل حله لهم فيما سبق. وقال الداودي الخبر بهذا لا يثبت ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما لا نص فيه ولا دليل من نص ولا جعل الأمر فيه إليه وقد نزهه الله تعالى عن ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن علاء أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء وقد كان قبل هذا
فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحاكم بن كيسان وصاحبه، فما عاتب الله ذلك عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام. فهذا كله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة، وعلى ما تقدم قبل مثله، فلم ينكره الله تعالى عليهم، لكن الله تعالى أراد لعظيم أمر بدر وكثرة إسراها، والله يعلم إظهار نعمته وتأكيد منته بتعريف ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل ذلك لهم، لا على وجه عتاب وإنكار وتذنيب. هذا معنى كلامه. وأما قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فليس فيه إثبات ذنب له صلى الله عليه وسلم، بل إعلام الله أن ذلك متصدى له ممن لا يتزكى، وأن الصواب والأولى كان لو كشف لك حال الرجلين الإقبال على الأعمى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وتصديه لذلك الكافر كان طاعة لله وتبليغا عنه واستئلافا له كما شرعه الله له، لا معصية ومخالفة له. وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتهين أمر الكافر عنده، والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله تعالى وما عليك ألا يزكى. وقيل أراد عبس وتولى الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أبو تمام. وأما قصة آدم عليه السلام وقوله تعالى فأكلا منها بعد قوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وقوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وتصريحه تعالى عليه بالعصمة بقوله تعالى وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى أي جاهل. وقيل أخطأ، فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ابن زيد نسي عداوة إبليس له وما عهد الله إليه من ذلك بقوله تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قيل نسي ذلك بما أظهر لهما. وقال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وقيل لم يقصد المخالفة استحلالا لها ولكنه اغتر بحلف إبليس لهما إني لكما لمن الناصحين، وتوهم أن أحدا لا يحلف بالله حانثا. وقد روي عذر آدم بمثل هذا في بعض الآثار. وقال ابن جبير حلف بالله لهما حتى غراهما والمؤمن يخدع. وقد قيل نسي ولم ينوي المخالفة فلذلك قال ولم يجد له عزما أي قصدا للمخالفة. وأكثر المفسرين على أن العزم هنا الحزم والصبر. وقيل كان عند أكله سكران وهذا فيه ضعف، ولأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر، فإذا كان ناسيا لم تكن معصية. وكذلك إن كان ملبسا عليه غالطا إذ الاتفاق على خروج الناس والساهي عن حكم التكليف. وقال الشيخ بن فورك وغيره إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة، ودليل ذلك قوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فذكر الاشتباه والهداية كان بعد العصيان. وقيل بل أكلها متأولا وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها، لأنه تأول أن نهي الله عن شجرة مخصوصة لا على الجنس. ولهذا قيل إنما كانت التوبة من ترك التحفظ لا من المخالفة. وقيل تأول أن الله لم ينهى عنها نهي تحريم، فإن قيل فعلى كل حال فقد قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى قال فتاب عليه وهدى. وقوله في حديث الشفاعة ويذكر ذنبه وإني نهيت عن أكل الشجرة فعصيت، فسيأتي الجواب عنه وعن شباهه مجملا آخر الفصل إن شاء الله تعالى.
وأما قصة يونس فقد عرض الكلام على بعضها آنفا، وليس في قصة يونس نص على ذنب، وإنما فيها أبق وذهب مغاضبا، وقد تكلمنا عليه، وقيل إنما نقم الله عليه خروجه عن قومه فارا من نزول العذاب، وقيل بل لما وعدهم العذاب ثم عفى الله عنهم قال والله لا ألقاهم بوجه كذاب أبدا، وقيل بل كانوا يقتلون من كذب فخاف ذلك، وقيل ضعف عن حمل الأعباء الرسالة، وقد تقدم الكلام أنه لم يكذبهم، وهذا كله ليس فيه نص على معصية إلا على قول مغروب فيه عنه، وقوله أبق الفلك المشحون. قال المفسرون تابعه. وأما قوله إني كنت من الظالمين فالظلم وضع الشيء في غير محله، فهذا اعتراف منه عند بعضهم بذنبه، فإما أن يكون لخروجه عن قومه بغير إذن ربه، أو لضعفه عما حمله، أو لدعائه بالعذاب على قومه، وقد دعا نوح بهلاك قومه فلم يؤاخذ. وقال الواسطي في معناه نزه ربه عن الظلم وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافا واستحقاقا. ومثل هذا قول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا إذا كان السبب في وضعهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه، وإخراجهما من الجنة وإنزالهما إلى الأرض. وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيه الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا، ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك، ولا ورد في حديث صحيح. والذي نص عليه قوله وظن داود أن مفاتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقوله فيه أواب فمعنى فتناه اختبرناه، وأواب قال قتادة مطيع، وهذا تفسير أولى. قال ابن عباس بن مسعود ما زاد داود على أن قال للرجل أنزل لي عن امرأتك واكفلنيها، فعاتبه الله على ذلك ونبهه عليه، وانكر عليه شغله بالدنيا، وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره. وقيل خطبها على خطبته، وقيل بل أحب بقلبه أن يستشهد. وحكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك فظلمه بقول خصمه، وقيل بل لما خشي على نفسه وظل من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام وغيرهما من المحققين. قال الداودي ليس في قصة داود وأولياء خبر يثبت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل إن الخصمين اللذين اختصما إليه رجلان من نتاج غنم على ظاهر الآية. وأما قصة يوسف وإخوته فليس على يوسف منها تعقبون. وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم، فيلزم الكلام على أفعالهم وذكر الأصباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء. قال المفسرون يريد من نبئ من ابناء إسباط، وقد قيل إنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوا الصغار أسنان، ولهذا لم يميزوا يوسف حين اجتمعوا به، ولهذا قالوا أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب، وإن ثبتت لهم نبوة فبعد هذا والله أعلم. وأما قوله الله تعالى فيه ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه، فعلى مذهب كثير من الفقهاء المحدثين أن هم النفس لا يؤاخذ به وليست سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، فلا معصية في همه إذن. وأما على مذهب المحققين من الفقهاء المتكلمين
فإن الهم إذا وطنت عليه النفس سيئة، وأما ما لم يتوطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنه، وهذا هو الحق. فيكون إن شاء الله تعالى هم يوسف من هذا، ويكون قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، أي ما أبرئها من هذا الهم، أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس لما زكي قبل وبرئ فكيف وقد حكى أبو حاتم عن أبي عبيدة أن يوسف لم يهم، وأن الكلام فيه تقديم وتأخير، أي ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وقد قال الله تبارك وتعالى عن المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وقال تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قيل في ربي الله، وقيل الملك، وقيل هم بها أي بزجرها ووعظها، وقيل هم بها أي غمها امتناعه عنها، وقيل هم بها نظر إليها، وقيل هم بها بضربها ودفعها، وقيل هذا كله كان قبل نبوته. وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يميلن إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله فألقى عليه هيبة نبوته، فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. وأما خبر موسى صلى الله عليه وسلم مع قتيله الذي وكزه، وقد نص الله تعالى أنه من عدوه، وقيل كان من القبط الذين على دين فرعون. ودليل السورة في هذا كله إنه قبل نبوة موسى. وقال قتادة وكزه بعصا ولم يتعمد قتله، فعلى هذا لا معصية بذلك. وقوله هذا من عمل الشيطان، وقوله ظلمت نفسي فاغفر لي. قال ابن جريج قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر. وقال النقاش ولم يقتله عن عمد مريدا للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفعه أو دفع ظلمه. قال وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة وهو مقتضى التلاوة. وقول الله تعالى في قصته وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء. قيل في هذه القصة وما جرى له مع فرعون، وقيل إلقاؤه في التابوت واليم وغير ذلك. وقيل معناه خلصناك إخلاصا. قال ابن جبير ومشاهد من قولهم فتنت الفضة في النار إذا خلصتها، وأصل الفتنة معنى الاختبار وإظهار ما بطن، إلا أنه استعمل في عرف الشرع في اختبار أدى إلى ما يكره. وكذلك ما روي في الخبر الصحيح من أن ملك الموت جاءه فلطم عينه ففقعها. الحديث ليس فيه ما يحكم على موسى عليه السلام بالتعدي وفعل ما لا يجب، إذ هو ظاهر الأمر بين الوجه جائز الفعل، إذ هو ظاهر الأمر بين الوجه جائز الفعل، لأن موسى دافع عن نفسه من أتاه لإتلافها، وقد تصور له في صورتها نبيين، ولا يمكن أنه علم حينئذ أنه ملك الموت فدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التي تصور له فيها الملك امتحانا من الله. فلما جاءه بعد وأعلمه الله تعالى أنه أرسله إليه استسلم. وللمتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث جوبة هذا أسدها عندي، وهو تأويل شيخنا الإمام أبي عبد الله المازري، وقد تأوله قديم بن عائشة وغيره على صكه وضطمه بالحجة وفقع عين حجته، وهو كلام مستعمل في هذا الباب في اللغة ومعروف. وأما قصة سليمان وما حكى فيها أهل التفاسير من ذنبه، وقوله ولقد فتنا سليمان، فمعناه ابتليناه ابتلاؤه ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقول فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق رجلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. قال أصحاب المعاني الشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه وهي عقوبة ومحنة، وقيل بل مات فألقي على كرسيه ميتا، وقيل ذنبه حرصه على ذلك وتمنيه، وقيل إنه لم يستثني لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني، وقيل عقوبته أن سلب ملكه، وذنبه أن أحب بقلبه أن يكون الحق لإختانه على خصمهم، وقيل أخذ بذنب فقارفه بعض نسائه. ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشيطان الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عوصم الأنبياء من مثله. وإن سئل لما لم يقل سليمان في القصة المذكورة إن شاء الله فعنه أجوبة، أحدها ما روي في الحديث الصحيح أنه نسي أن يقولها وذلك لينفذ مراد الله، والثاني أنه لم يسمع صاحبه وشغل عنه، وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لم يفعل هذا سليمان غيرة على الدنيا ولا نفاسة بها، ولكن مقصده في ذلك على ما ذكره المفسرون ألا يسلط عليه أحد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه، على قول ابن قال ذلك. وقيل بل أراد أن يكون له من الله فضيلة وخاصة يختص بها كاختصاص غيره من أنبياء الله ورسله بخواص منها، وقيل ليكون دليلا وحجة على نبوته كإلانة الحديد لأبيه وإحياء الموتى لعيسى، واختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ونحو هذا. وأما قصة نوح عليه السلام فظاهرة العذر، وأنه أخذ فيها بالتأويل وظاهر اللفظ لقوله تعالى وأهلك، فطلب مقتضى هذا اللفظ وأراد علم ما طوي عنه من ذلك، لا أنه شك في وعد الله، فبين الله عليه أنه ليس مثله الذي وعده بنجاتهم لكفره وعمله الذي هو غير صالح، وقد علمه أنه مغرق الذين ظلموا ونهاه عن مخاطبته فيهم، فأخذ بهذا التأويل وعتب عليه وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم يأذن له في السؤال فيه. وكان نوح فيما حكاه النقاش لا يعلم بكفر ابنه. وقيل في الآية غير هذا، وكل هذا لا يقضي على نوح بمعصية سوى ما ذكرناه من تأويله وإقدامه بالسؤال فيه من لم يأذن له فيه ولا نهي عنه. وما روي في الصحيح من أن نبيا قالت نملة فحرقت قربة قرية النمل، فأوحى الله إليه أن قالت كنملة حرقت أمة من الأمم تسبح، فليس في هذا الحديث أن هذا الذي أتى معصية، بل فعل ما رآه مصلحة وصوابا بقتل ما يؤذي جنسه ويمنع المنفعة بما أباح الله. ألا ترى أن هذا النبي كان نازلا تحت الشجرة، فلما آذته النملة تحول برحله عنها مخافة تكرار الأذى عليه، وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب عليه معصية، بل ذنبه إلى احتمال الصبر بل ندبه إلى احتمال الصبر وترك التشفي، كما قال الله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إذ ظاهر فعله إنما كان لأجل
آذته هو في خاصته، فكان انتقاما لنفسه وقطع مضرة يتوقعها من بقية النمل هناك. ولم يأتي في كل هذا أمرا نهي عنه فيعصى به، ولا نص فيما أوحى الله إليه بذلك، ولا بالتوبة والاستغفار منه، والله أعلم. فإن قيل فما معنى قوله عليه السلام ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد ألا يحيى أو كاد إلا يحيى بن زكريا أو كما قال عليه السلام؟ فالجواب عنه كما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت عن غير قصد وعن سهو وغفلة. فصل. فإن قلت فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب والمعاصي بما ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين، فما معنى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وما تكرر في القرآن والحديث الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وبكائهم على ما سلف منهم وإشفاقهم وهل يشفق ويتاب ويستغفر من لا شيء؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو والمعرفة بالله وسنته في عباده وعظام سلطانه وقوة بطشه مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم، وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا بها ثم أخذوا عليها وعوتبوا بسببها وحذروا من مؤاخذة بها وآتوها على وجه التأويل أو السهو أو تزيد من أمور الدنيا المباحة خائفون وجلون، وهي ذنوب بالإضافة إلى علي منصبهم ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم، لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم. فإن الذنب مأخوذ من شيء الدني الرذيل، ومنه ذنب كل شيء آخره وأذناب الناس رذالهم، فكأن هذه أدنى فعالهم وأسوأ ما يجري من أحوالهم لتطهيرهم وتنزيههم وعمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح والكلم الطيب والذكر الطاهر والخفي والخشية لله وإعطائه وإعظامه في السر والعلانية، وغيرهم يتلوث من الكبائر والقبائح والفواحش ما تكون بالإضافة إلى هذه الهنات أو الهنات في حقه كالحسنات، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، أي يرونها بالإضافة إلى علية أحوالهم كالسيئات، وكذلك العصيان الترك والمخالفة، فعلى مقتضى اللفظات كيفما كانت من سهو أو تأويل فهي مخالفة، وتركون قوله غوى أي جاهلة أن تلك الشجرة هي التي نهي عنها، والغي الجهل. وقيل ما طلب من الخلود إذ أكلها وخابت أمنيته، وهذا يوسف عليه السلام قد أخذ بقوله لأحد صاحبي السجن أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قيل أنسي يوسف ذكر الله، وقيل صاحبه أن يذكره لسيده الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث. قال ابن دينار لما قال ذلك يوسف قيل له اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن حبسك، فقال يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى. وقال بعضهم يؤخذ الأنبياء بمثاقيل الذر لمكانتهم عنده ويجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالاته بهم في أضعاف ما أتوا به من سوء الأدب. وقد قال المحتج للفرقات الأولى على سياق ما قلناه إذا كان الأنبياء يؤاخذون بهذا مما لا يؤخذ به غيرهم من السهو والنسيان وما ذكرته وحالهم أرفع، فحالهم إذن في هذا أسوأ حال من غيرهم. فاعلم أكرمك الله
أنا لا نثبت أو لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم، بل نقول إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم، ويبتلون بذلك ليكون استشعارهم له سببا لمن مات رتبهم، كما قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقال لداود فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقال بعد قول موسى: تبت إليك إني اصطفيتك على الناس برسالتي. وقال بعد ذكر فتنة سليمان وإنابته: فاسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصابه الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين، هذا عطاؤنا فنمسك بينه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقال بعض المتكلمين: زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة كرامات وزلفون، وأشار إلى نحو مما قدمناه. وأيضا فلينبه عليه غيرهم من البشر منهم أو ممن ليس في درجتهم بمؤاخذتهم بذلك فيستشعرون الحذر ويعتقدون المحاسبة. ليلتزموا الشكر على النعم ويعد الصبر على المحن بملاحظة ما وقع بأهلها النصاب الرفيع المعصوم، فكيف بمن سواهم. ولهذا قال صالح المري: ذكر داود بسطة للتوابين. قال ابن عطاء: لم يكن ما نص الله تعالى عليه من قصة صاحب الحوت نقصا له، ولكن استزادة من نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيقال لهم: فإنكم ومن وافقكم تقولون بغفران الصغائر باجتناب الكبائر، ولا خلاف في عصمة الأنبياء من الكبائر، فما جوزتم من وقوع الصغائر عليهم هي مغفرة. على هذا فما معنى المؤاخذة بها إذن عندكم، وخوف الأنبياء وتوبتهم منها وهي مغفورة لو كانت، فما معنى المؤاخذة لو كانت؟ فما أجابوا به فهو جوابنا عن مؤاخذة بإفعال السهو والتأويل. وقد قيل إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لله على نعمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقد آمن بالمؤاخذة بما تقدم وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا. وقال: إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أسقى. قال الحارث بن أسد: خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام وتعبد لله لأنهم آمنون. وقيل فعلوا ذلك ليقتدى بهم وتستنى بهم أممهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلمون ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وأيضا فإن التوبة والاستغفار منها معنى آخر لطيفا أشار إليه بعض العلماء، وهو استدعاء محبة الله. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإحداث الرسل والأنبياء الاستغفار والتوبة للإنابة والأوبة في كل حين استدعاء لمحبة الله. الاستغفار فيه معنى التوبة، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر لذنبك واستغفره إنه كان توابا. قال: فصل: قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمته صلى الله عليه وسلم عن الجهل بالله وصفاته أو كونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله جملة بعد النبوة
عقلا وإجماعا، وقبلها سماعا ونقلا، لا بشيء مما قررناه من أمور الشرع وأداه عن ربه من الوحي قطعا وعقلا وشرعا، وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله تعالى وأرسله قصدا أو غير قصد، واستحالة ذلك عليه شرعا وإجماعا ونظرا وبرهانا، وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا، وتنزيهه عن الكبائر إجماعا، وعن الصغائر تحقيقا، وعن استدامة السهو الغفلة واستمرار اللفظ والنسيان عليه فيما شرعه للأمة وعصمته في كل حالته من رضا وغضب وجد ومزج، فيجب علينا أن نتلقاه باليمين وتشد عليه يد الضنين، وتقدر هذه الفصول حق قدرها، وتعلم عظيم فائدتها وخطرها. فإن من يجهل ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز أو يستحيل عليه، ولا يعرف صور أحكامه، ولا يأمن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه، ولا ينزهه عما لا يجب أن يضاف إليه، فيهلك من حيث لا يدري، ويسقط في هوة الدرك أسفل من النار، إذ ظن الباطل به اعتقاد ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البواري. ولهذا ما احتاط عليه السلام على الرجلين اللذين رأياه ليلا وهو معتكف في المسجد مع صفية، فقال لهما إنها صفية، ثم قال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك هذه كرمك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذا الفصول. ولعل جاهلا لا يعلم بجهله إذا سمع شيئا منها يرى أن الكلام فيها جملة من فضول العلم، وأن السكوت أولى، وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي ذكرناها. وفائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه ويبتنى عليها مسائل لا تنعد من فقه، ويتخلص بها من تشغيب مختلفي الفقهاء في عدة منها، وهي الحكم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه، ولا بد من بنائه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره وبلاغه، وأنه لا يجوز عليه السهو، وعصمته من مخالفة في إفعاله عمدا، وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر وقع خلاف فيه في امتثال الفعل بسط بيانه في كتب ذلك العلم، فلا نطول به. وفائدة ثالثة يحتاج إليها الحاكم المفتي في من أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأمور ووصفه بها فلم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه وما وقع الإجماع فيه والخلاف، فكيف يصمم في الفتيا وفي ذلك؟ ومن أين يدري هل ما قاله فيه نقص أو مدحون؟ فإما أن يجترئ على سفك دم مسلم حرام أو يسقط حقا ويضيع حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبسبيل هذا ما قد اختلف أرباب الأصول وأئمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد محمد وعلى
آله وصحبه اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف خلقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنيئا لأصحاب خير الورى ولا تنسى أصحاب أخباره أولئك فازوا بتذكاره ونحن سعدنا بتذكاره وهم سبقونا إلى عصره وها نحن أتباع أنصاره ولما حرمنا لقاء عينه عكفنا على صد آثاره وعسى الله يجمعنا كلنا بحرمة اللهم صل وسلم ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا يا ربنا ما أنت على كل شيء قدير عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا وارحمنا زدنا ولا تنقصنا أعطينا ولا تحرمنا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله الصلاة سيدي يا حبيب الله ألف صلاة مع الفي سلام عليك يا شفيع صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم